سعد الله أوقاتكم. اليوم حسوي لكم كنافة. طبعا في المحلات غالية جدا، الكيلو ب60 ب75، وهي أسهل منها ما في، لكن حعلمكم عن الحشوة حقتها اللذيذة. طبعا حطيت في القدر أول حاجة كوبين من الحليب السائل، هذه الحشوة اللي حسويها، وراح أحط 4 ملاعق كبيرة نشا، و3 ملاعق سكر. طبعا ما حيكون حلاها كثير مرة، لا بالعكس حلاها جدا متوسط. وبعدين أقلب المكونات أول حاجة مع بعض، وبعدين أحط علبة قشطة، علبة واحدة بس المكونات هذه، وأقلب الخليط كله مع بعض حتى يتجانس. وبعدين أحط فانيليا. تبغوا تحطوا موية ورد أو موية زهر على حسب ما تبغوا، ممكن تحطي زعفران، ممكن تحطي لو تبغي على حموضة شوي تحطي ليمون، فعلى حسب ما تحبوا تحطوه. ولو تبغوها تطمط من النوع الكنافة اللي تطمط معاكم حطوا موزاريلا، بس للأسف ما عندي موزاريلا فما حطيت. طبعا الكنافة خرجها من الثلاجة، طبعا استخدم السنبلة، خرجها من الثلاجة وهي جامدة. ليش؟ عشان أقصقصها بالسكر بدل من إني ما أحطها في الفرامة وأفرمها وتطلع معي مرة ناعمة. فبعدين حطيت سكر تقريبا ملعقتين مطحون، سكر مطحون، واقلب الكنافة مع السكر. وبعدين احط السمن فار واخلط الخليط كله مع بعض بهذا الشكل. وبعدين حطيت في الصينية، لا تحطوا صين كنافة كثير، شوية بس. وبهذه الأداة أخذتها من عند أبو 5، أضغط على الكنافة وبعدين أحط القشطة. القشطة طبعا في النص، ما خليها توصل على جدار الصينية، بس في النص. وبعدين أجي أحط الكنافة الثانية، بس أول حاجة الأفضل إني أحط الكنافة من الأطراف، عشان لما أضغط على الكنافة القشطة بنفسها ما تجي على الصينية زي كذا. أحط الكنافة أول شيء من الأطراف، وبعدين أبدأ من النص. وبعد ما أخلص بنفس الأداء أقعد أضغط على نفس الكنافة بس بالشويش على مهلي. أهم شيء إني إيش أساوي السطح، ودخلها الفرن، ولع الفرن من فوق ومن تحت إلى ما تتحمر معايا. أما بالنسبة للشيرة فأنا حطيت هنا سكر والموية وما قلبت نهائيا، حطيت فانيليا وحطيت الليمون. الشيرة حطيت كوبين سكر مع كوب ربع موية، وطبعا زي ما قلت لكم ما اقلبها في البداية نهائيا لين ما يدبل عندي السكر. وشوفوا حتى من الأطراف ما باين السكر أبدا لصق مع القدر. هذه الكنافة بعد ما خرجتها ما شاء الله متماسكة. وهنا الشيرة، وعلى فكرة الشيرة لو تبغيها مرة ثقيلة خليها 10 دقائق، 7 دقائق تكون وسط، 4 دقائق تكون معك خفيفة. أنا خليتها 7 دقائق، بعدين حطيتها على الكنافة. وطبعا حلاها زي ما قلت لكم جدا متوسط ولذيذة. وحطيت من القشطة، شوفوا كيف ما شاء الله متماسكة، لأنه الأطراف ما في قشطة، في اللي حاب ياخد من القشطة وياكل الأطراف يصير معاه قشطة بالكنافة. بالعافية علينا وعليكم، لذيذة وجربوها وسهلة. ولا تنسوا اشتراك في قناتي ووضع لايك حتى يوصلكم كل جديد.